بين الترجي صاحب الضيافة وبيراميدز القادم من بلاد الكنانة رهان تأكيد الذات. شيخ الأندية التونسية لاحت رايات انتصاراته في المدرجات والتي يرفعها الصغار قبل الكبار، مشوشا على صورة بيراميدز المصري الذي يريد الخروج بلا أضرار أمام فريق الدم والذهب. الجزائري يوسف البليلي أوضح للجميع أن الترجي لن يفرط في النقاط الثلاث على أرضه، وذلك بكرة زاحفة أبعد أحمد الشناوي بصعوبة بالغة. رد بيراميدز حمل توقيعا من قدم رمضان صبحي الذي لم يركز بما فيه الكفاية لهز شباك الحارس من ميش. وإذا تعذرت الحلول الجماعية على الترجي، من غيره يمتلك حلولا فردية سوى الجزائري يوسف البليلي الذي راوغ وسدد بثقة الهداف مانحا الترجي هدف التقدم بطريقة رائعة. مشاكل بيراميدز لم تقف عند الهدف، بل تواصلت بتضييع هجماته المرتدة التي منحت إحداها الترجي المساحة الكافية لتدوين الهدف الثاني الذي حمل توقيع موكوانا. بعد العودة من غرفة تغيير الملابس لملم بيراميدز جراحه وعقد اجتماعا طارئا عساه يستدرك ما فاته. لا شيء تغير بعدها. أحمد الشناوي ظل يعاني أمام رغبة التونسيين في إضافة الهدف الثالث. موكوانا لم يكن سريع البديهة لتوقيع ثنائيته الخاصة وضيع كرة بطريقة غريبة. متاعب أحمد الشناوي تواصلت بعد أن أبعد رأسية من المدافع محمد أمين توغاي بطريقة رائعة. الترجي حقق رجاءه بالوصول إلى النقطة السابعة دون هزيمة مع ريادة مستقلة لجدول الترتيب، فيما بيراميدز وجب عليه توضيب أوراقه من جديد.